لو انت شخص مبرمج او كاتب محتوى او حتى فريلانسر ومش عارف الموقع اللي انا هسكره لك في الفيديو فانت فايتك كتير، لانك لازم تضيفه للتولز اللي بتستخدمها في شغلك يوميا عشان ينجز معاك شغلك وفي نفس الوقت شغلك يبقى احترافي. فتعالوا بينا نتعرف على الموقع ونعرف ايه هي اهم مميزاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده الموقع اللي احنا هنستخدمه في شغلنا النهاردة. هو في الحقيقة مش موقع، لان انت لو واخد بالك وانت بتشوف اللينك بتاع الموقع هتلاقي ان هو bloggist.com، يعني هو مدونة معمولة عن طريق بلوجر، ولكن هو مش واخدين القالب بتاع بلوجر نفسه. ده حد مبرمج عامل الموقع تمام. الموقع ميزته ان هو بيجمع لك جميع ادوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد. يعني انت عندك هنا، يعني عندك شات جي بي تي 4، وعندك مثلا بينج وجوجل بورد، وعندك ميد جيرني، وعندك شات جي بي تي 3.5. يعني حاجات عظمة. وكمان في مواقع انت، يعني انا اللي اعرفه هم 5 مواقع ولا 4 مواقع اللي اعرفهم في الموقع والباقي انا معرفهمش. يعني موقع زي مثلا نيو ده انا معرفوش. الموقع اللي هو زي اللي معرفش اسمه ايه، معرفوش او ما استخدمتوش قبل كده. نروح على شات جي بي تي 4 وهنضغط على زيارة الآن. تمام. هيدخلنا على الصفحة اللي انتوا شايفينها هنضغط على هنا، هيحولني زي ما انتوا شايفين على جي بي تي 4. فهنضغط على توك تو جي بي تي 4، وبعد كده هنعمل الايميل بتاعنا، وليكن انا هعمل continue with جوجل، وبعد كده اختار الحساب بتاعي. زي ما انتوا شايفين دخلني على موقع بي او اي. اقدر بقى استخدم، مثلا ممكن استخدم شات جي بي تي اللي هو 3.5، واقدر اقول له مثلا اريد مقالة تتحدث عن برنامج مثلا نوشن، وبعد كده ادوس انتر. فهتلاحظوا ان هو بيتكلم عن برنامج نوشن. زي ما انتوا شايفين هو بيكتب، ولكن بيكتبها بشكل تنظيمي شوية. اقدر اقول له مثلا سؤال كمان، مثلا ممكن اقول اريد كود برمجي لصفحة اختصار الروابط لمدونتي على بلوج. دوس انتر. زي ما انتوا شايفين انا طلبت منه هو يجيب لي كود برمجي لصفحة اختصار الروابط لمدونتي على بلوج. تمام. بدأ ان هو يكتب لي الكود زي ما انتوا شايفين بلغة HTML، وشرح لي الكود وازاي هستخدمه. ده كان شات جي بي تي 3.5. ممكن استخدم مثلا شات جي بي تي 4، بس اعتقد شات جي بي تي 4 ده مدفوع. ايوه، زي ما اعتقد ان هو مدفوع، لازم تشترك. ممكن تستخدم ادوات تانية، يعني مثلا هنا انا معرفوش برضك، بس ممكن نكتب له اي حاجة. ممكن مثلا نسأله من انت مثلا، عشان انا معرفوش من انت. بعد كده ندوس انتر. قال لي انا مساعد رقمي اسمي كالا رايس. ما اعتقدش، معرفوش والله. عندي واحد تاني ممكن نستخدمه برضك مدفوع. نستخدم التاني ديت أداة تانية للذكاء الاصطناعي. ممكن نسأله برضك من أنت. قال لي هنا أنا المساعد الآلي لشركة أنثروي، يعني هي شركة
بتختص في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي عملت البوت دوت او الاداة ديت. كده احنا لما دخلنا على شات جي بي تي 4 فدخلنا على الصفحة اللي انتوا شايفينها دي، استخدمنا حوالي 5 ادوات للذكاء الاصطناعي، وممكن انت تشترك معاهم لو انت عايز تستخدمه. ده كان شات جي بي تي 4. تقدر تستخدم بقى ميد جيرني من هنا. ميد جيرني ده عشان الصور، لو حد انت مثلا مصمم جرافيك او اي حاجة ممكن تستخدم ميد جيرني، او مثلا بتعمل صورة مصغرة ممكن تستخدم ميد جيرني. جوجل بارد اللي انتجته شركة جوجل ممكن تستخدمه. احنا ممكن نضغط على زيارة الآن كده، وقال لي هنا أنت الآن في جوجل بارد. ننزل تحت كده، بعد كده نضغط على اضغط هنا. زي ما انتوا شايفين حولنا على جوجل بارد. ممكن نسأله أي أسئلة. قول أريد كود لعبة سباق عربيات بلغة HTML. ده الكود بتاع HTML. ممكن تستخدم بقى واحد تاني. طبعا بارد هنا بشكل مجاني تماما، مش في اي خطة مدفوعة خالص. تقدر تستخدم بينج اللي تبع شركة مايكروسوفت. ممكن نضغط عليه وندوس على زيارة الآن. قال لي هنا أنت الآن في بينج شات اي اي. احنا هننزل تحت، هنضغط على اضغط هنا، هيحولني زي ما انتوا شايفين على بينج. تقدر تستخدمه بمجرد ما تضغط على فتح مايكروسوفت ايدج، هتبدأ ان انت تشغل بينج. ده كان بينج. احنا مثلا وليكن عايزين نشغل موقع تاني زي مثلا ميد جيرني. هنضغط على زيارة الآن، فدخلني على الصفحة ديت. انت ممكن تنزل تحت وهتلاقي ميد جيرني، تضغط على تراي فور فري وبعد كده يبدأ يشتغل معاك. وزي ما انتوا شايفين الموقع ده حلاوته ان هو بيجمع لك كل مواقع الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، عشان مش يتوهك وكل شوية تخش على موقع. لا، بتستخدم موقع واحد، ومن خلال الموقع ده تقدر تستخدم شات جي بي تي 4 وشات جي بي تي 3.5، وممكن تستخدم ميد جيرني وجوجل بارد وبينج والحاجات دي كلها. كمان الموقع ده بيحصل فيه تحديثات جديدة زي ما انتم شايفين. جي بي تي جي دوت اي اي ده تم تحديثه، وده شات جي بي تي اللي هو 3.5 تحت الصيانة. ده كلهم تقدر تستخدمه. فهو حلاوة الموقع ده ان هو بيجمع لك الادوات دي كلها بتاعت الذكاء الاصطناعي عشان مش يتوهك خالص. عيوب الموقع ده ان في حاجات مجانيه وفي حاجات مدفوعه. يعني مثلا جوجل برضه ده مجاني تماما، وبنج مجاني تماما. لكن هتلاقي مثلا ممكن تلاقي شات جي بي تي، ممكن تلاقي شات جي بي تي 4 دوت ممكن تلاقيه مدفوع، وفي حاجات هتلاقيها مجانيه وهتحتاج اشتراك. وهسيب لك لينك الموقع ده في الديسكريبشن عشان لو حابب انت توصل. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا في الفيديو ده ولو بمعلومه واحده. في رعايه الله.